السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب بخير دايما. النهارده بقى ايه من باب التغيير يعني، قلنا هنعمل شيش طاووق. طبعا احنا عملناه قبل كده الشيش طاووق ده، وقلت اعمله تاني النهارده معاكم. طبعا احنا قلنا ان الشيش طاووق ده بيمشي مع دايت او غير دايت، باستثناء حاجات معينة هنشيل حاجة ونحط حاجة مكانها. طيب، اول حاجة هنعملها ايه؟ طبعا الاسياخ دي يا جماعة انتوا عارفينها، لازم الاول بتشطفيها بمية بتغلي. انا بملى الكتل وبشطفها وبصفيها. دي كده الاسياخ. طيب، اللي احنا بقى بنعمله او الخضار اللي احنا بنستخدمه معانا عباره عن ايه؟ الخضار اللي احنا بنستخدمه فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل اصفر، مشروم، بصل بصي متقطع كده شرايح زي ما انت عايزه. التقطيع اللي هي هتعرفي انت تشتغلي بيها عامه يعني. عايزه تقطعي طماطم قطعي، انا عن نفسي مش مقطعه طماطم. طب ده بالنسبه للخضار اللي احنا هنشتغل بيه. هنيجي نتكلم بقى عن قطعيه الفراخ نفسها. احنا عارفين ان الشيش تاووق بيمشي بالصدور والورك. انا كان عندي وراك، انا اللي مطلعاها ومقطعاها، حتى بص هتلاقي القطعه ايه يعني، مش مية مية يعني، على قد ما عرفت. دي قطعه الورك. عندك صدور، طبعا الاتنين شغالين، بس انا عامه اما بيبقى عندي وراك بعملها بفضلها عن الصدور، لان الوراك بتبقى ناعمه وما بتاخدش سوا، وانتوا عارفين ان الشيش تاووق ده وقت على النار ما بياخدش وقت، فبالنسبه لي ده بيبقى اسهل في ان يستوي معايا بسرعه. طيب، النهارده هشتغل معاكم ان انا هعمل السياخ على طول. في ناس هتقول لي ايه ده، انت مش هتعملي التتبيله وبعد كده تحطي كله وترصي سيخ؟ هقول لك لا، ده كده صح وكده صح، بس من ايه؟ ان انت تبقي فرق ان انت ممكن ايه مختلفه شويه او الشكل، بس لكن الطعم واحد. تعالي اقول لك هعمل ايه. طبعا احنا غسلنا السياخ بتاعتنا وهنبدا نرص الخضار والشيش بتاعنا. طب هو عباره عن ايه؟ هتحطي البصله الاول عشان تمسك معاكي من تحت هنا. هتجيبي واحده شيشه اهي كده. بعد كده خدي واحده خضار، الترتيب اللي انت بتحبيه. وبصوا يا جماعه، الخضار من الظهر من هنا، يعني لما تيجي تحطي الخضار حطيه من ظهره مش من قلبه، من الظهر من هنا زي ما انا عامله اهو. انزلي بيه كده، واروح واخده الشيشيه بتاعتي اهي اهو. وخدي، عايزه تحطي مشروم حطي، انا حطيته عشان كان موجود عندي. وده من ضمن بردك ان احنا نقول ايه، شغالين يعني قيمه غذائيه حلوه، يعني لو احنا موجود عندنا فبيبقى مستحب افضل كده. تاخدي بقى من على الظهر زي ما قلت اهو، وتروحي واخده الشيش التاني كده تاني. على فكره حتى شكل الاكل انت لما بتعمليه وتلاقي الشكل العام حلو، دي حاجه بتفتح نفسك ونفس ولادك. اي حد قاعد يبقى عايز ياكل معاكي. فكده طبعا يبقى النظافه والشكل والطعم، الطعم اساسي طبعا معانا يعني. كده اهو. انا بحاول اخلي شكل الشيش حلو، شكل السيخ بتاعي كده يبقى جميل كده. بصي اهي اهي. طيب، انا كده عايزه اقفل بقى السيخ بتاعي، اعمل ايه؟ اجيب بصلايه واقفلي السيخ بتاعك عشان ايه يمسكه اهو. بصي بصي يبقى عامل ازاي. عايزه تزودي زودي اهو. ارص كده في الصينيه بتاعتي، اجيب السيخ تاني، ابتدي بالبصل عشان امسك السيخ من تحت اهو اهو كده معاكي للاخر خالص. وابدأي رصي الشيش بتاعك اهو كده اهو. كده انزلي بظهر الفلفل زي ما قلنا يا جماعه، ما تنسيش حته الظهر دي، وكمان عشان يبقى سهل معاكي في دخول السيخ اهو كده اهو اهو. قد ايه الاكله دي سريعه، وقد ايه سهله، وقد ايه خفيفه يعني. يعني الناس بتوع الدايت عارفين الكلام ده كويس قوي كده. انزل بواحده مشروم. طبعا عندك اي نوع خضار، عايزه تحطي جزر، عايزه تحطي طماطم، عايزه تحطي انت اللي بتحبي ايه. يعني الخضار ده متاح ليكي انت اللي هتاكلي، محدش هياكل غيرك. انا عندي بنتي الصغيره بتحبه جدا. يعني لما نبقى مثلا قاعدين هنعمل غدا ايه مش عارفين، طيب ايه من ده كلمه ودي كلمه، لا بنرسع على الشيش، بيبقى سهل. وفي نفس الوقت لو مستعجله ما ياخدش معاكي وقت. وفي نفس الوقت لو انت وراكي اي حاجه على فكره ممكن تاخديه معاكي. يعني ممكن انا بسويه واحطه في ورق فويل واخده معايا اي حته انا رايحاها. ده بقى شغال معاكي ايه، صاروخ كده. واقفل السيخ بتاعي بايه، بالبصلايه. بصي 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 الجمال. هنكمل كده الاسياخ بتاعتنا. وبكده حبايبي بصوا خلصنا الاسياخ بتاعتنا. بصي السيخ عامل ازاي، بصي الجمال، بصي الشكل.
طيب احنا هنا عملنا الاسياخ بتاعتنا دي، هنيجي نعمل بقى التتبيله اللي هننزل بيها على اسياخ الشيش طاووق. هتجيبي الاول البوله بتاعتك. طيب هنتكلم تاني ونقول في قصه الدايت يا جماعه. لو انت دايت، احنا قلنا الاكله دي تمشي الاثنين. لو انت دايت هاتي زبادي دايت، مش دايت حطي عادي. فانت كده اهو هنزل بالكميه بتاعتي. طبعا كل نص كيلو شيش طاووق عليه كوبايه زبادي، يبقى كل نص شيش طاووق عليه كوبايه زبادي. كيلو كوبايتين، والكوبايه دي صغيره يعني. اهي كده هتنزلي بالكميه بتاعتك اهي. اهي طيب احنا عارفين طبعا ان الزبادي ده ايه، بيطريها وبيديها طعم جميل وبتستوي فيه بسرعه. بصي كده، ادي كده الزبادي بتاعنا. طيب ادي الزبادي بتاعنا. بعد الزبادي هتعملي ايه؟ بعد الزبادي على طول هتجيبي معلقه خل حلوه كده وتنزلي بيها. ادي كده بصي معلقه خل. بعد معلقه الخل هنجيب بصي اهو بصل باودر، حطي كده تقريبا معلقه حلوه. بعد البصل باودر، عفوا، بعد البصل باودر توم باودر. وبعد التوم باودر هتجيبي بقى ايه، بصي انا عامه هحط زيت زيتون. انت عايزه تحطي زيت زيتون حطي، لو انت دايت. مش دايت حطي اي زيت تاني عادي. وطبعا كلنا عارفين يا جماعه ان زيت الزيتون بيدي لمعه وبيطري الفراخ معانا، بتبقى جميله جدا. طب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هجيب بقى معلقه بابريكا حلوه. طبعا البابريكا دي يا جماعه مش اكتر منها لون، وبتدي يعني طعم حلو، مش تحسي ان حاجه حاميه. بصي بعد كده هنجيب رشه ملح او معلقه ملح بتاعتنا اهي. الملح اهو. طبعا انت بتحطي معيار الكميه اللي عندك اللي انت هتعمليها، انت اللي هتاكلي. كل مره نقول نفس الكلام. بصي بقى، ومعلقه فلفل اسمر حلوه كده اهي. طيب بعد كده بقى ايه، عندك صويا صوص حطي، ما عندكيش حطي اللي هو الباربيكيو. بصي انا بجيب اهو الباربيكيو. على فكره الصوص الباربيكيو ده انا بحبه جدا، بيديني ريحه الشوي بتاعت بره، بيبقى تحفه في الاكل. تنزلي كده اهي. طبعا انا بحط حسب الكميه، كل واحد يا جماعه بيستخدم البهارات الكميه بتاعتها حسب كميه الشيش اللي عنده. وهتنزلي بقى بالخليط الحلو ده وتقلبيه كله كده مع بعض. بصي عايزه اقول لك ريحه الباربيكيو ده بتخلي الريحه ايه، يعني انا اصلا وانا بتبل دلوقتي ريحه قويه جدا. وطبعا احنا عارفين ان الشيش طاووق او اي حاجه شبيهه للشيش طاووق، البانيه المشوي، الحاجات دي، او البانيه العادي المقلي، كل الاطفال الكبير والصغير بياكلها. كده بقى بس الريحه ما اقولكيش. طبعا احنا ظبطنا ملحنا، ظبطنا بهاراتنا، تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده بقى زي الشطره كده هتجيبي الاسياخ بتاعتك اهي. على فكره عايزه تعملي التتبيله دي في الاول وتتبلي قبل ما تعملي الاسياخ واحد برضه، بس انا بحب معاكم ايه التغيير شويه. بصي اهي كده اهو كده بقى. بصي بتنزلي بالكميه بتاعتك وبتظبطي، انت بتمسكي بقى سيخ سيخ وتظبطي الكلام. بصي كده اهي اهي. بصي السيخ كله شرب من التتبيله اهو، ماشي اهي. انزل كده اهي. بصي التتبيله داخله فيه كله، واحنا لسه هنسيبه شويه في التتبيله بس عشان يدينا طعم كده وتاخد من التتبيله معاها. احنا متعودين اي حاجه بتقعديها في التتبيله اكتر تدي طعم اكتر، مع انك لو اشتغلتيها على طول بردك هتستطعميه وهيبقى جميل. بس كتر ما يعني كتر ما التتبيله بتقعد فيها حاجه بتخش في نسيج الفراخ بتحسي الحاجه لها طعم حلو اهي. اهي دي لو عملتيها كده وحطيتيها لاولادك استحاله يملوا، يعني استحاله ما ياكلوا لقمه ويقوموا، لا بيبقوا عايزين يكملوا الاكل. بصي بصي الجمال. اهي اهي اهو.
طبعا انا بسرع معاكم، ما بحبش ابقى ضيفه تقيله، بحب ان انا اديكم يعني اللي انا تستفادوا منه ويكون بسرعه، ما اطولش عليك. انا عارفه ان كل ست في البيت بتبقى مشغوله، ان ما كانش مدارس، ان كان اكل، ان ما كانش اكل يبقى تنظيف، مذاكره، حاجات كتيره قوي. على فكره الست دي حاجه يعني حاجه كبيره جدا، تحس انها بتقوم بمهام كتيره في نفس الوقت، بتعمل حاجات ياما يعني. يا رب وفق كل ست في بيتها مع ولادها فعلا. احنا على فكره يا جماعه اي ست في البيت بتتعب بجد. كده بقى احنا هنسيبها في التتبيله شويه وبعدين نبدا نشويها. عايزه تشويها بقى على الجريل اللي في طاسه صينيه زي دي عادي، حاجه اي حاجه ما فيهاش اي افتكاسه. كده احنا هنسيبها شويه في التتبيله وبعدين ايه نسيبها كده نصايه ولا حاجه. عايزه تسيبي اكتر سيبي، مش عايزه خلاص. كده احنا هنسيبها شويه وبعد كده نبدا نشويها. كده يا جماعه جبنا الطاسه بس وحطينا ايه رشه زيت زيتون. طبعا انا زيت زيتون لو انت دايت ولا مش دايت عادي، او العادي لو انت حابه تاكليه برضك كده براحتك يعني. طب احنا هنسيبها بقى تبدا نكسها كده، نبدا نشوفها تسخن بس. اهي كده سخنت، هنبدا ننزل بقى ايه بالشيش بتاعنا كده. هتعمليه في جريل، هتعمليه في طاسه، في اي حاجه انت حابه كده. كده بقى بصي هنسيبها كده تستوي مع بعضها، وهتاخد طبعا نقلبها مرتين وتسيبيها شويه على نار هاديه هتستوي معانا بسرعه. وبكده حبايبي بصوا انا اهي عملت الكميه بتاعتي كلها. بصي عامله ازاي، بصي جمال السيخ، بصي الحلاوه، مفيش حاجه فكت فيه زي ما هو اهو. بصي اهي، بصي عامل ازاي. طبعا لسه طافيه عليه يعني، وقلت ايه اصوره على طول واوريه لكم عشان الولاد يتغدوا. يا رب بقى تجربوها، ما يا ريت الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك وسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ميرسي قوي ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.